انا برضو عايز اعرف ليه حد يقعد سنين يدرس هندسة وطب وعلوم فضاء ويتعلم يعمل جراحة ونظام غذائي صعب جدا، نظام تدريب صعب جدا، سنين علشان يطلع رحلة واحدة للفضاء، يقعد شهور وينزل تاني. ليه ما نصرفش الفلوس دي هنا ونيجي نصرفها فوق؟ كفاية ان يبقى عندك شخص قادر انه يتحمل كمية الضغوطات دي على جسمه وجهازه العصبي، علشان الرحلة ما بتعديش 10 دقايق عشان تطلع بره الغلاف الجوي من اللانش باد، من اطلاق الصاروخ لحد حاجة اسمها الماكس كيو، بتاخد 2 ل 3 دقايق. بعدين بتبقى عندك بقى بتفصل المحرك بيسموها الميكو، بتاخد من 8 دقايق ل 9 دقايق. بعدين انت بقيت فوق، سكوت، مفيش حاجة، اكنك انت في بحر بس مفيش مية، انت عايم بس مفيش مية. بيطلعوا فوق محطة الفضاء الدولية، هي فيها كل الجنسيات فوق، تبقى عاملة زي المكعبات، تبقى غرف ملزوقة في غرف ملزوقة في غرف ملزوقة في غرف. ودور الناس اللي هناك انهم يصينوا يركبوا ويفككوا على حسب الحاجة. يعني مثلا لما علشان الصاروخ ده او قمة الصاروخ او الشامبر اللي بتروح تركب في محطة الفضاء الدولية، ده محتاجة ادابتر، والادابتر اللي فوق ده اللي هو زي المشترك زي المشترك، والمشترك ده ليه انواع واشكال، ومحتاج حد يساعد ان الشاطل دي تركب في محطة الفضاء الدولية. بتروح هناك انت عايم، انت جسمك مش فاهم ايه اللي بيحصل، عضلاتك بتضعف، مش عارف تنام. علشان تنام لازم تلبس زي غطا نوم وتلزق في الحيطة ايا كان، مفيش اتجاهات، مفيش فوق وتحت، مفيش شمال يمين. انت عشان تلف انت ما بتلفش، انت الاشكال بتتغير معاك، بس شكل الغرفة بيتغير معاك. بيعدي عليهم في اليوم الواحد، لو هنسميه يوم يعني، 16 شروق وغروب. انت في خلال ساعة ونص بيعدي عليك صباح وليل. انت بتصحى انت مش عارف انت امتى ولا فين ولا ازاي، مفيش. ولازم عليك ان انت تبقى في حالة واعية، والتخاطب مع